حكايتنا النهاردة حكاية فنان مصري استمد فنه من الحضارات، حضارة الفنون وبخاصة فن النحت. من عشرات آلاف السنين قبل الميلاد عرف الإنسان فن النحت، ويعتبر فن النحت من أقدم الفنون اللي برع فيها الإنسان من بداية وجوده على سطح الأرض. آدم حنين اتخرج سنة 53 من كلية الفنون الجميلة، نحات باحث مهتم بالفن المصري القديم، اكتسب منه الفرن والتحليل. آدم حنين كان في فترة الستينات كان نحات مهمة جدا. سافر باريس في السبعينات، أقام فيها واكتسب خبرات من الفن العالمي، ورجع عمل سيمبوزيوم أسوان اللي أنا بالنسبة لي حاجة مهمة جدا في حركة الفن النحت في مصر. خرج أجيال تنحت حجر جرانيت. آدم حنين قام هنا في الحرانية، عمل بيته اللي صممه مهندس كبير ويصا واصف. والنحت هو من أكثر الفنون انتشار وتنوع في العالم، وارتبط بشكل وثيق مع الإنسان من أول محاولاته للتعبير عن نفسه ومحيطه وأفكاره وتطلعاته. وللفنون قصص، والتماثيل كمان بتدل على صانعها من حيث الشكل والمضمون، وهو ده اللي بنشوفه في أعمال النحات الكبير الراحل آدم حنين. بطل حكايتنا النهاردة ورائد فن النحت المصري المعاصر اللي وصل للعالمية، ومن أشهر أعماله تمثال نسمة اللي التقط له المعجبين صورة نادرة عمرها أكتر من 58 سنة. ظهر آدم حنين فيها من معرضه في بيت السناري سنة 1966 جنب تمثال نسمة المصنوع من البرونز، واللي نفذه في مدينة القرن سنة 1965، واللي باعته دار سوثبي للمزادات العالمية في لندن ضمن مزاد بعنوان فنون الشرق الأوسط.
تمثال نسمة للفنان العالمي آدم حنين، وكان متقدر ثمنه ما بين 30 ل 50 ألف جنيه استرليني، وتم بيعه ب 22 ألف جنيه استرليني. آدم حنين هو من أبرز النحاتين المصريين من بدايات الستينات. أقام لفترة في مرسم الأقصر، فقرب من منابع الفلسفة والتراث المصري. آدم حنين الفن بتاعه فيه سحر. اهتم بالطبيعة، الطيور اللي حواليه، وقضى فترة في مرسم الأقصر، ودي كانت جايزة بتعملها كلية فنون جميلة للمميزين خريجيها. ومرسم الأقصر كان حاجة مهمة جدا، خرج لنا فنانين كبار. وبعد كده أخذ تفرغ في الستينات، أقام في النوبة، قعد فترة في النوبة مقيم هناك. وبعد كده سافر باريس، اهتم بالرسم على ورق البردي بتحليلاته بوجهة نظر حديثة. آدم حنين اهتم بالحجر الجرانيت لما رجع وعمل السيمبوزيوم، عمل لنا أعمال كبيرة، وإحنا عملنا أعمال كبيرة كجيل. آدم حنين من العلامات في الحركة الفنية التشكيلية في مصر. أما عن حياته الشخصية فهو من مواليد القاهرة سنة 1929 لأسرة من أسيوط. وفي خمسينات القرن الماضي حصل على شهادات من كلية الفنون الجميلة في القاهرة وأكاديمية ميونخ للفنون الجميلة. ومع بداية الستينات من القرن الماضي أثبت نفسه كواحد من النحاتين البارزين. وفي سنة 1972 غادر هو وزوجته عالمة الأنثروبولوجيا لباريس. رجع آدم حنين لمصر سنة 1996 وأصبح فنان معروف على المستوى الدولي، وعمل بيته ومتحفه من الطوب الطيني في قرية الحرانية، واشتغل من سنة 1989 ل 1998 مع وزارة الثقافة في ترميم تمثال أبو الهول في الجيزة. وفي سنة 1996 أسس سيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت.
حصل آدم حنين على جائزة الدولة التقديرية في الفنون سنة 1998، والجائزة الأولى للإنتاج الفني، واتكرم في معرض المكرمون سنة 1996، واتكرم من الصالون الأول الفني التشكيلي سنة 2014. وتوفى يوم 22 مايو سنة 2020 وهو عمره 91 سنة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حكايتنا النهاردة عن رائد فن النحت المصري المعاصر آدم حنين. نوعدكم نقابلكم في حكاية جديدة من مصر حكاية.